السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة طيبة للجميع. في دقيقة لعلكم انتبهتم ورأيتم إلى قضية الطاقم التحكيمي الذي عينته هذه أكبر مؤسسة فاسدة في أفريقيا في العالم لإدارة منتخب الجزائر مع الكونغو. الجزائر في شمال أفريقيا وتعتبر دولة عربية، كونغو في غرب أفريقيا، تمام، ومحسوبة يعني كتقسيمات إثنية، معذرة على هذا الكلام، أفارقة. هذا الاتحاد واش يعمل؟ يعين لك طاقم تحكيم مصري، تمام. على فرض ربحت الجزائر 1-0 2-0، راح يجي الأفارقة ويقولون لك ربحتم بسبب أن الطاقم التحكيم مصري، تمام. وحقيقة الأمر هذا الحكم أصلا هو تبع المجموعة، لكن أنكم عارفين بوسليم كان في النصف النهائي وكان متأهل للدور النهائي. بفضل هذا الحكم وبفضل الفساد الذي مارسه هذا الحكم جعل فريق نهضة بركان يتأهل للدور النهائي، وهم بعدها نهضة بركان جاء الجزائر وحصلت قضية الأقمصة. عارفين القصة كيفاه؟ فالسبب أو من أسباب تلك الضجة كان هذا الحكم. فالآن يعيدون لك نفس الخطأ أو نفس الإجرام. ففي حال فزت يقول أفارقة حكم عربي، في حال لا قدر الله انهزمنا يقول لك الكونغو قوية. فالقضية أو القصة باختصار، المفروض دولة من شمال أفريقيا أو دولة من غرب أفريقيا الطاقم التحكيمي راح يكون من أين؟ يكون من شرق أفريقيا ومن جنوب أفريقيا، تمام. هنا تعرف مدى الإجرام الذي يمارسه هؤلاء ضد المنتخب الوطني. أول ما دخلوا قال لك ما حبوش يشربوا الشاي وما حبوش يشربوا اللبن ويأكلوا التمر، وبعدين قال لك غطوا صورة الملك، وبعدين قال لك سرقوا الكرة. تصور اللاعبين جاوا به يسرقوا كرة. شفت مدى الاستفزاز ومدى النذالة. هذا الذي حصل أو تعيين الحكم هو نوع من الإجرام. هذا الشيء أو هذا الإجرام يجب أن يتوقف، تمام. إذا كان الاتحادية الجزائرية ووزارة الشباب والرياضة لم تتخذ الموقف، شفناها فقط رجل على جمال بالماضي، فها هو قد جاء الدور ليثبتوا أنهم لهم قدم السبق أو أنهم الشيء الذي يمارسونه من أجل المنتخب الوطني. إذا كانوا ما أدوش الدور فالواجب على الشعب الجزائري، يعني الجماهير السوشيال ميديا، أن يقوموا بالدور على أتم وجه. أقل شيء الحكم يغير، طاقم التحكيم يجب أن يغير. هذا ما أردته باختصار شديد. لكم من جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.